بث مباشر الان المغرب ضد الامارات، مواجهه ناريه كتشد الانفاس في نصف نهائي كاس العرب، ماتش اللي بزاف ديال المتابعين سموه نهائي قبل الاوان. اليوم الاثنين المنتخب المغربي والاماراتي غادي يتلاقاو في واحد من اقوى ماتشات البطوله، مواجهه ما فيها لا حسابات ولا فرص ثانيه غير الرغبه في التاهل والحلم بالكاس. المنتخب المغربي داخل المواجهه بمعنويات طالعه بعد الاداء القوي اللي قدم طيله هذه الدوره. اسود الاطلس بداو المشوار بفوز مهم على جزر القمر 3-1، ومن بعد تعادل سلبي قدام عمان في ماتش تكتيكي، ورجعوا بقوه في المباراه الثالثه وربحوا السعوديه بهدف نظيف. وفي دور الربع قدام سوريا بان معدن المنتخب الكبير، تنظيم صبر وقتاليه وهدف حاسم عطى بطاقه العبور للمربع الذهبي عن جدره واستحقاق. تشكيله المنتخب كتعرف عوده الجلاد عبد الرزاق حمد الله قياده هجوم الاسود، واشرف بن شرقي بعد تعافيه من الاصابه. في الجهه المقابله المنتخب الاماراتي ولا ضيف ثقيل ديال البطوله، فريق ما كانش مرشح ولكن فرض الاحترام ديالو، دار دور مجموعات محترم ومن بعد فجر المفاجاه الكبرى باقصاء الجزائر بركلات الترجيح في ماتش بطولي حتى اخر نفس. قوه الامارات كتكمن في التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، فريق كيعرف كيفاش يسد المساحه وقت الايقاع وكينتظر اللحظه المناسبه باش يضرب. مدرب الامارات كيتوعد المغرب بالهزيمه، وقال ان طريقه اللعب تشبه الجزائر التي اقصيناها رغم انها حامله اللقب السنه الماضيه. تشاهدون المباراه اليوم الاثنين 15 دجنبير على الساعه 3:30 بتوقيت المغرب. المغرب باغي الكاس والامارات باغيه تكمل قصه المفاجاه. واش اسود الاطلس غادي يزاروا ويمشيوا للفينال، ولا الامارات غادي تكسب اكبر مفاجاه في هذه النسخه؟ الجواب غير في الميدان.